عشان بس مفيش ناس تطلع تتكلم وتقول ان المنتخب المغربي ما يقدرش يعمل معجزات، علشان مفيش ناس تطلع تقول ان المنتخب المصري اقوى من المنتخب المغربي. مفيش اقوى من المنتخب المغربي في افريقيا ولا العرب. بالله عليك اعمل لايك علشان الحلقة دي عايزها توصل لكل الناس لكل الناس. يا جماعة اللي حصل النهاردة مش عادي، مش حدث وخلاص ولا خبر رياضي عابر، ده زلزال كروي وانهيار إعلامي وضربة موجعة لكل اللي كانوا معايشين في أوهام. مصر بتودع كأس العالم للشباب في إقصاء كارثي بعد غياب 20 سنة كاملة عن البطولة. حلم الملايين يتبخر قدام أعينهم، والإعلام المصري بينهار على الشاشات. مذيعين ومحللين في حالة صدمة، مش عارفين يقولوا إيه. دموع على الهوا، صراخ في الاستوديوهات، عناوين نارية على السوشيال ميديا بتقول إن الكارثة وقعت، وفي نفس التوقيت المغرب بتكتب التاريخ. المغرب بتكتب التاريخ من جديد، وبتحقق فوز أسطوري على أسبانيا. فوز بيأكد إن أسود الأطلس مش مجرد منتخب عادي، لأ، المغرب بقت عقدة لأوروبا كلها. المغرب بتفرض نفسها كواحدة من أقوى المنتخبات في العالم. جمهور المغرب يا حضرات في كل مكان بيفرح، الملاعب بتولع، الشوارع بتهتز بالأغاني والهتافات، والعالم كله واقف بيصفق وبيقول المغرب لا تقهر. شوفوا يا جماعة المفارقة، مصر اللي بتفتخر إنها أم الدنيا، مصر اللي بتفتخر إنها أم الدنيا بتودع بطريقة مهينة. الإعلام المصري بيدور على شماعات يعلق الفشل عليها، مرة التحكيم، مرة المدرب، مرة اللعيبة. بس الحقيقة يا صديقي واضحة زي الشمس. في أزمة كبيرة جوه الكرة المصرية، في فساد، في مجاملات، في اختيار لعيبة مش في مستواها، في إدارة ضعيفة بتضيع جيل كامل من النجوم. النتيجة يا صديقي إقصاء كارثي وخروج من الحلم تحت 20 سنة، في حين المغرب عندهم إدارة محترفة، مدرب عارف بيعمل إيه، لعيبة مقاتلة بتلعب بروح وطنية عالية وبروح المنتخب المغربي، جمهور مساند بكل قوة. والنتيجة إنهم بيكسبوا أسبانيا اللي الكل كان مرشحها، بيكسبوها بجدارة، وبيأكدوا إنهم مش مجرد ضيف شرف على البطولة. لأ، المغرب دلوقتي يا حضرات بتكسر أنف أوروبا، وبتخلي الإعلام الأسباني في حالة انهيار وبكاء. شفنا لامين يامال النجم الأسباني الشاب بينهار بالدموع بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب الأسباني. شفنا الصحافة الأسبانية بتكتب بعناوين كلها آلام وصدمة. في المقابل الصحافة المغربية بتحتفل وبتكتب الأسود تلتهم المطادور، المغرب تعانق المجد، إفريقيا على القمة. أما الإعلام المصري فكان في أسوأ ليلة، انهيار على الهواء، محللين بيصرخوا إزاي نضيع حلم 20 سنة، مذيعين بيقولوا المنتخب ضاع والإدارة فاشلة، جمهور مصري على السوشيال ميديا بيشتم في اتحاد الكرة المصري واللاعبين والمدرب، في حين جمهور المغرب بيرقص وبيغني وبيرفع العلم المغربي في كل مدرج. المشهد يا حضرات مؤلم للمصريين ورائع للإخوة المغاربة. والمفارقة إن الإعلام المصري اللي كان دايما بيتريق على المغرب والجزائر وتونس دلوقتي مش لاقي كلمة يقولها، لأنه بيشوف المغرب بتكتب التاريخ وهو بيبكي على أطلال الهزيمة. كل ده يا حضرات بيأكد إن الكورة مش كلام ولا تصريحات ولا برامج استوديو، الكورة عمل وشغل وإدارة وتخطيط، وده اللي المغرب بتعمله. مصر للأسف عايشة في فوضى والنتيجة إقصاء كارثي، المغرب عايشة في تنظيم والنتيجة فوز على بطل العالم السابق أسبانيا. شوفوا يا جماعة،
مشاهد الشوارع المغربية فرحة هستيرية، ناس بتبكي من الفرحة، ناس بترفع صور اللعيبة، ناس بتهتف باسم كل المدربين. المدرب اللي عمل المستحيل مع المنتخب المغربي وقدر يوصل بالمنتخب المغربي في أول فوز وانتصار في افتتاحية كأس العالم تحت 20 سنة. وفي مباراة قادمة بين المغرب والبرازيل غدا بإذن الله، بإذن الله المغرب كسبان. المغرب يا حضرات عمل المستحيل. في المقابل شوفوا الشوارع المصرية، صمت، غضب، حزن، ناس قاعدة على القهاوي مش مصدقة ان حلم 20 سنة ضاع في لحظة. ناس بتكتب على الفيسبوك حسبي الله ونعم الوكيل، ناس بتطالب باستقالة اتحاد الكورة، وناس تانية بتقول احنا مش هنشوف كأس العالم للشباب تاني. الاعلام المغربي مبسوط وبيسخر من الإعلام الأسباني اللي في حالة انهيار منذ هزيمة المنتخب الأسباني، والإعلام المصري يعني بيتسيرل بالخجل وبيسأل ليه المغرب بتتقدم وإحنا بنتأخر. الحقيقة يا حضرات إن السبب واضح وصريح. المغرب بتشتغل على نفسها، المغرب بتشتغل صح على نفسها، المغرب بتشتغل ببنية وبفكر أوروبي صح. مصر مش بتشتغل أصلا. المغرب عندها رؤية فنية، مصر ما عندها فوضى. المغرب عندها مدرب وطني شجاع، مصر عندها مدرب وطني مرتبك. المغرب عندها لعيبة محترفين عالميين بيلعبوا بيروحوا بلادهم. مصر عندها لعيبة محليين مغرورين كل هدفهم هاخد كام، عقودي كام، مرتبي كام، المكافأة كام، كل ده. النتيجة إن المغرب في القمة ومصر في القاع. الإعلام المصري بقى بيحاول يهدي الناس بكلام فارغ، بس محدش سامع إن الشعب شايف الحقيقة. شايفين إن حلم المنتخب ضاع، شايفين إن المنتخب انهار، شايفين الإعلام المصري بيمثل عليهم، وده أكبر تبهديلة ممكن تحصل. في حين الإعلام المغربي بيحتفل بانتصار تاريخي وبيقول للعالم كله احنا هنا. المغرب بقت صوت افريقيا، المغرب بقت امل العرب، المغرب بقت فخر الملايين. وده كله بيأكد يا صديقي ان الليلة دي هي ليلة المغرب وليلة سقوط مصر. المغرب بترقص على انغام النصر ومصر بتبكي على انغام الهزيمة. وبكده نقدر نقول ان الليلة دي علمت العالم كله درس، علمت ان المجد مش بالكلام لكن بالمجهود، وان التبهديلة مش بعيدة عن اي حد ما يشتغلش صح. مصر انهارت، الاعلام المصري انهار، والمغرب طلعت في السماء. وبكده يا جماعة نكون وصلت لنهاية حلقة النهاردة. يعني بعد أكبر تبهديلة وانهيار للإعلام المصري بعد الإقصاء الكارثي المبكر من كأس العالم تحت 20 سنة، وفي نفس الوقت المغرب بتكتب التاريخ بفوز تاريخي على أسبانيا، وبتأكد إنها لا تقهر وإنها بطلة العالم وإفريقيا وقدامها طريق لمجد عالمي. شفنا الفرحة عند المغاربة والانتصار عند المصريين، وده مشهد بيأكد إن الشغل والتخطيط هو اللي بيجيب النجاح مش الكلام والفوضى. لو عجبك الفيديو يا صديقي ما تنساش تدعمنا بلايك علشان الحلقة توصل لكل الناس، واشترك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل حلقة جديدة احنا بننزلها. استنوني في حلقة جديدة بإذن الله، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.